ريفيو جديد وفيديو جديد من دوحة. قبل ما نبدأ الفيديو عايزين ندعي لاخواتنا في فلسطين باذن الله ربنا ينصرهم على خير ان شاء الله. النهارده بقى معانا معظم المنتجات المصريه ال100%، وهنشوف بقى النهارده مين الحلو ومين الوحش، ويلا بينا نبدأ الفيديو على طول. قول يا دوحة. جايبين بقى النهارده منتجات كلها مصريه، فهنشوف بقى النهارده معانا كل منتج كده وكل شركه بتقدم ايه والجوده بتاعتها ايه. فهنشوف بقى النهارده كل حاجه، ومعظمها بصراحه شيبسيات. فهنشوف بقى ان احنا نقدر نجربه ايه بعد المقاطعه وكده. في شركات طبعا عندنا مصريه كتير، فهنشوف بقى ايه احسنهم وايه الحاجات الحلوه اللي بيقدموها. فيلا بينا نبدا. معانا اول حاجه معانا من شركه بيك شيبس، وزي ما انتم شايفين الشكل كده، وده بطعم جبنه البرميزان والبيستو. مش عارف ايه البيستو ده بصراحه، ده ريحان تقريبا ولا ايه. شوف بس الطعم، هكتب لكم كل سعر حاجه على السكرين. ريحته الصراحه حلوه، والكيس زي ما انتم شايفين كده مليان، مش اللي هو فاضي. بقى طعم الشيبسهايه، والشيبسهايه شكلها كده حلوه بصراحه، مفيش حاجه محروقه منهم والمعظمها حلو. نبدا بقى كده نشوف الطعم. بسم الله. لا حلو قوي الطعم ده بصراحه، عجبني قوي. طعم الجبنه فيه حلو، والشيبسي نفسه مش محروق مثلا او كده. فلا بصراحه الطعم ده 100 والشركه بيك شيبس شكلها شركه حلوه قوي. عندهم الكيس الكبير ده، وفي الحاجات اللي هي الصغيره اللي هي تقريبا ب5 جنيه الكيس الصغير. شوف تاني حاجه معانا ويلا بينا. تاني حاجه بقى معانا هو شركه سبودز. زي ما انتم شايفين كده سبوتس، بصراحه انا جربته قبل كده كان طعمه حلو قوي، والطعم ده بطعم الجبنه، وشكل الكيس كده حلو زي ما انتم شايفين. وبرده يعني المنتجات المصريه بصراحه بدات تهتم بالباكج شويه، بحيث ان يقدم يعني طعم وباكج حلو. شكل الكيس حلو جدا زي اللي فات برده بتاع بيك شيبس. نبدا بقى كده نشوف ايه شكل الشيبسي. هنا الكيس برضو يعني حجمه كويس بالنسبه للسعر، بس انا حاسس ان التاني كان التاني اغلى، بس حاسس ان ده يعني مش مليان قوي. وشكل الشيبسايه كده زي ما انتم شايفين، بصراحه بتاعت بيك شيبس كان شكلها احلى. شوف بس الطعم. بسم الله. هناك كان شكل الشيبسي احلى، بس هنا الطعم احلى، واحنا اهم حاجه يهمنا الطعم. فبصراحه سبوتس في الطعم ده جامد قوي. الصراحه الشركه دي حلوه جدا. انا جربت قبل كده برضو اللي هو سويت اند تشيلي اللي هو بطعم المانجا، بس ده بصراحه طعمه حلو قوي. طعم الشيبسي نفسه طازه كده، راح طعمه حلو قوي عن البيك شيبس. كمان البيك شيبس مش وحش، بس ده احلى. تالت بقى حاجه معانا وهو من شركه ليون. شركه ليون معروفه من زمان، ويعني بتقدم الصراحه المنتج بتاعها من زمان قوي، بس يعني من فتره غيروا الشكل بتاع ليون، بقى الشكل عامل كده برضو، بس الباكج اللي فات كان احلى سواء بيك شيبس او سبودز. نشوف كده ليهم معانا. ده بطعم الكاتشب، وشكل الشيبسي كده زي ما انتم شايفين، والحجم برضو مش وحش، حجمه حلو. شوف بقى الطعم. بسم الله. طعمه حلو مش وحش، بس الجودة بتاعته مش الواو. ليه؟ لان الحس ان هو مش طازه في القرمشه بتاعته. التانيين كانوا بيقرمشوا اكتر، وان هو مش طازه. وفي نفس الوقت الشيبسي نفسه يعني تحس ان في حاجات برضو محروقه كده، شبه المنتج اللي احنا مقاطعينه دلوقتي بتاع شركه شيبسي. ما قلتش ان هو وحش، هو كويس، بس في احلى من كده سواء سبودز او بيك شيبس. ندخل بقى على رابع حاجه معانا وهو من شركه وهو من شركه تايجر. بصراحه ادائها الفتره الاخيره بقى جامد قوي، وعندهم الاكياس الصغيره، وعندهم اللي هو المزجزج ده اللي هو زي ما انتم شايفين كده. الكيس ده بصراحه مخدوم عليه، الباكج بتاعهم حلو. اللي هو الغالي ده هو العالي، الباكج اللي هو التاني بصراحه اقل من ده. نشوف بقى الطعم بتاعه كده، والحجم كبير. ده بطعم السويت تشيلي، وزي ما انتم شايفين شكل الشيبسايه كده مختلفة عن الحجم الصغير بتاعهم، والكيس مليان، الكيس مش فاضي.
والشيبسي كله بصراحة مش محروق او كده. نشوف بقى الطعم، بسم الله. طعمه حلو قوي بصراحة. الطعم ده بالذات اللي هو السويت تشيلي طعمه حلو جدا، والشيبسية شكلها يعني بيقرمش كده، وحجم الشيبسية كبير، والطعم نفسه حلو. بس سبودز كان تحس ان هو يعني طازة كده، بس ده مش وحش، ده حلو جدا. فندخل بقى على اللي بعد كده معانا ويلا بينا. بما ان كلنا بقى فنشرب بقى شويه عصير بيست. بيست ده من زمان جدا، يعني يعتبر من ساعه ما اتولدت وانا بشوفه. الشركه دي من زمان جدا بنفس الباكج ده، يعني مغيروش اي حاجه، والطعم بصراحه يعني لسه مستمرين. هنشوف بس الطعم زي ما هو ولا غيروه. وبيجي لك برضو نفس الشفاطه بتاعتهم دي، وكان بيتفتح من تحت كده. المشكله بقى ان انت ايه، بنتعذب مع ما نفتحه، لسه برضو ايه يعذبونا في الفتح بتاعه. فتحناه كده زي ما انتوا شايفين. حط الشفاطة على طول ايه، نشوف بقى الطعم معانا، بسم الله. نفس طعم عصير التفاح بتاع زمان، هو بنفس الباكج بنفس كل حاجة. شركة بيست تقريبا يعني هم في حتة واحنا في حتة ثانية خالص، وبصراحة يعني مستمرين. يعني المفروض يطوروا بقى، يعني شايفين الدنيا بتتقدم، يعني حاول ان انت تعلي شوية برضو في الباكج بتاعك اكنه حتة اثار ومحافظين عليها. هي بصراحة حلوة، بس انا قصدي يعني بدل ما يعذبوا الناس، حاول ان انت تعملها اي حاجة بقى، يعني ازازة مثلا او اي حاجة معلبة. بس هو تقريبا في منه طعمين، وهو التفاح اللي هو المعروف، يعني هو معروف بالتفاح احسن طعم فيه. ندخل بقى على اللي بعد كده معانا ومعشوق الجماهير، ويعني الناس كتير بتشتري الطعم بالذات ده، الفلامينكو. الفلامينكو زي ما انتم شايفين كده، هي حاجة كده ايه، سناكس، بالذات للناس اللي بتروح الجيم وبتعمل دايت وكده. فبصراحة الطعم ده بروتين، فول سوداني وبروتين، فالناس كتير بتهتم بالطعم ده اكتر. فعلشان كده يعني غير الباكج بتاعه، والباكج بصراحة بقى حلو جدا، وده سعره 5 جنيه. نشوف بقى الطعم كده معانا. احلى حاجة فيه ان الوحيد اللي ايه ما بيكدبش، يعني الشيبسي تلاقي نص الكيس فاضي ونصه مليان، ده الكيس من زمان وهو مليان كده. فبصراحة يعني ده احلى حاجة فيه، الناس بتشتريه عشان كده رخيص، والطعم بتاعه معروف من قبل ما ادوقه. كل يوم انا على طول بجيبه. حلو جدا بصراحة، انصحكم ان انتوا تجيبوه. في ناس ما بتحبوش، ومعظم الناس بتحب تاكله، بالذات الطعم ده، لان الطعم ده يعني حلو قوي. ندخل بقى على اللي بعد كده معانا ويلا بينا. بيك شيبس بس الحجم الصغير، زي ما انتوا شايفين كده الحجم ده ب5 جنيه، والباكج مختلف عن التاني. نشوف بقى الطعم بتاعه كده. البيك شيبس ده بالليمون. نشوف بقى الطعم كده، والكيس برده مش حجمه مش وحش. نشوف بقى الطعم، بسم الله. حلو بصراحة، مش وحش. بس انا اول مرة ادوق الطعم ده، يعني انا متعود ان الشطة معاها ليمون، اول مرة الاقي الليمون لوحده يعني. فبصراحة مش وحش، بس في اطعمة تانية احلى، يعني انا ما احبش الليمون بس، يعني الطعم التاني بتاعهم كان احلى. الليمون لوحده ده انا حاسس ان هو يعني عادي، مش اللي انا اجيبه على طول، فاهمني. بس كطعم شيبسي ما اختلفش عن الكيس التاني. شركة بيك شيبس شركة محترمة قوي، وهي وتايجر وغيرهم بقى بصراحة يعني حلوين جدا. اللي بعد كده بقى معانا وهو مشروب قلب الدنيا برضو زي سبيروس باتس. طبعا انا ما نسيتش سبيروس باتس في الحلقة دي، فجايبها في حلقة لوحدها في الفيديو اللي فات. في 7 كسر الدنيا برضو الفترة اللي فاتت، وشكله كده زي ما انتوا شايفين. الباكج بتاعه ممتاز، وحتة الغطا دي برضو صايعة، اللي هم يحطوا غطا من فوق علشان الناس برضو لما بتشوف الحتة من فوق كده، في ناس بصراحة كانت بتقرف ان هي تشتري الحاجة بسبب الحاجة اللي بتبقى على الكنزاية من فوق. فحتة الغطا دي بصراحة حلوة قوي. نشوف بقى ايه الفي 7 كده اللي قلب الدنيا زي مع سبيروس باتس، وده سعره 12 جنيه. معرفش هو ارخص من كده ولا في ناس بتبيعه بالغالي، بس الراجل اللي انا جبت منه كان سعره 12 جنيه، وده بطعم الاناناس. نشوف بقى ايه، اوعى شوف بقى الطعم معانا.
ده شكله كده زي ما انتوا شايفين، رغوة بقى وبتاع. نشوف بقى الطعم، بسم الله. طعمه حلو قوي بصراحة، ما اختلفش كتير عن فيروز. علشان انا يعني ناس كتير قالت ان فيروز مقاطعة بعد ما كانوا بيقولوا لا دي تبع شركة الاهرام، بس في ناس بتقول ان فيروز بتجيب من الشركة الام اللي هي الشركة الام امريكية اللي هي بتاعت الخمور، فبيجيبوا الشعير منها. فالشركة دي شركة امريكية، هي مش تبع مقاطعة، بس يعني بيفضل ان انت تشتري دي، احسن منتج مصري ونفس الشعير وطعم الاناناس فحلو. فاحسن ما تجيب فيروز نجيب منتج مصري، وبصراحة طعمه حلو قوي. بيك كولا. البيك كولا دي طبعا بقالنا كتير عارفينها ومعروفة من زمان، بس طبعا بعد ما طلعت بدأت تتراجع تاني. فانصح الناس ان احنا نشجع منتج بلدنا، علشان لما نشتري منه كتير يعني الناس والشركة تبدأ ان هي تحسن من المنتج بتاعها. نبدأ بقى نشوف كده ايه الطعم بتاعنا. هي بتيجي زي ما انتوا شايفين كده، ما بتجيش في كنزاية. معرفش في منها كنز ولا لا، بس ما شفتش منها كنز. في منها بقى احجام كبيرة. نبدأ بقى نشوف الطعم. نجيب 5 جنيه نشوف بقى الطعم معانا، بسم الله. طعمها مش وحش بصراحة، بس يعني في احسن من كده. هي قريبة لفانتا، مش هقول ان هي زي فانتا. فانتا طبعا احلى لان فانتا شركة اكبر، فلو حسنوا المنتج بتاعهم والناس عملت عليها اقبال كبير، اكيد طبعا الشركة هتحسن من المنتج بتاعها وتبقى قريبة اكتر لطعم فانتا. ندخل بقى على المنتج اللي بعد كده معانا ويلا بينا. اخر بقى حاجة معانا النهاردة وقلت احلي بيه في الاخر، وهو اسمه جاكور. ده فشار بطعم الكراميل، وده برضو شركة مصرية اللي هي تبع ايجيبت فودز. ده سعره 10 جنيه. نشوف بقى كده طعمه معانا، وشكله كده زي ما انتوا شايفين اهو. الحجم بتاعه حلو. نشوف بقى الطعم، بسم الله. جميل قوي. بتاخد واحدة منه تحس ان انت عايز 4 5. خد امسك كده. حلو قوي البتاع ده. يا عم انت بتاع الاسعاف انت، يا عم ما حبكش هتعدي دلوقتي. بصور الله يبارك لك النور هيقطع. لا بصراحة طعمه حلو قوي، وطعم الكراميل خفيف مش تقيل. المنتج ده حلو قوي. ب 10 جنيه بس يعني مش خسارة فيه ال 10 جنيه. كان في برضو طعم تاني انا جبته منه قبل كده، مش فاكر الشركة اسمها ايه، برضو كان حلو مش وحش. فالفشار ده يعني بجد هيعجبكم قوي. بس وده كان اخر حاجة معانا النهاردة، وده كان فيديو النهاردة. يا رب يكون عجبكم الفيديو ده. بصراحة الفيديو حلو قوي وفي منتجات حلوة كتير. المنتجات المصرية منتجات والله بجد مش وحشة، بس احنا اللي بنحب نقعد نتفشخر ونقول احنا هنجيب دي حاجة مستوردة ومش عارف ايه، ومش حاسين بقيمة الحاجة المصرية. بصراحة المنتج المصري 100 100. يا عمي يا عمي اللي بتحتفل مش وقته، النور هيقطع. وفعلا شابوه للشركات المصرية، لان ان هم قدروا ان هم يعملوا حاجة بمنتج وجودة كويسة جدا. وكمان لو شجعناهم اكتر هيطلعوا حاجات اكتر، والمنتج والشركة تطلع منتجات اكتر. يعني كوكا كولا بتطلع كذا منتج ليها. في منتجات تانية لشركات كوكا كولا في ناس بتشتريها وما تعرفش ان هي تبع كوكا كولا. يعني شركة كبيرة زي كوكا كولا ليها بلان A وبلان B. يعني ان هو كوكا كولا علشان مثلا الناس قالت ما تشتريش دي، فالشركة بتشغل دماغها تنزل منتجات تانية في السوق محدش يعرف انها تبع كوكا كولا، وبتبدأ ان هي تبيع المنتجات التانية اللي عندها عشان ما بقتش تبيع المنتج الاساسي بتاعها، فبتشتغل على بلان بي. فالشركة طبعا كبيرة، الشركة عارفة ان هي ممكن في وقت من الايام انها تخسر. فاحنا لازم ان احنا المنتج المصري يبدأ بقى يطور من نفسه، ينزل منتجات تانية. بس وده كان فيديو النهاردة، وان شاء الله لو لقيت منتجات تانية برضو ممكن نعمل منه جزء تاني. بس وده كان فيديو النهاردة. يا رب يكون عجبكم الفيديو ده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس تشوفوا كل جديد. وقول يا دوحة.